السلام، يلا رجعت من المهرجان الدولي ديال الفيلم في مراكش، وكان ولا بد ندير هذا الفيديو باش نقول لكم شنو لبست هاد السيمانه. غنضحك معكم اليوم فين كنسجل هاد البودكاست. هو الصباح ديال السبت، وغادي يكون الحفل ديال الاختتام اليوم بالليل، وقررت ندخل في حالي باش نقدر ندير هاد البودكاست هذا قبل ما نعرف شكون اللي ربح، باش حتى النقاش ديالي ما يكونش مؤثر بالقرار ديال لجنه التحكيم، وحتى باش نقارن الاذواق ديالي معاهم. في هذه الحلقه غادي نبارطاجي معكم الافلام المفضله اللي شفت، واللي بالنسبه ليا خاصكم تسناوها فاش تخرج ولا تقلبوا على فين تشوفوها. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. فهاد المهرجان كان الهدف ديالي الاول هو انني نشوف الافلام ديال المسابقه الرسميه، واللي هي كتكون الافلام الاولى ولا الثانيه ديال المخرجين ديالها. كانوا 14 الفيلم، يعني تقريبا جوج في النهار. شفت منهم 12 وزقلت جوج، وفي هذوك 12 9 اللي شفت حتى الاخر. 3 اللي ما ساليتش. كان الواحد من هذه الاسباب، يا اما ما عجبنيش السيناريو ولا التصوير ولا الاداء ديال الممثلين ولا حتى المونتاج. الموضوع ديال الفيلم عمره كان معيار بالنسبه لي، لحقاش بالعكس السينما فاش كتكون مديوره مزيان راها تخليك تتبع الموضوع كيف ما كان. من غير الافلام ديال المسابقه الرسميه كانوا بزاف ديال العروض، واللي حضرت لشي وحدين منهم. اذا كانوا شيامات اللي نقدر نشوف فيهم حتى 3 ديال الافلام، وهنا فين الاستراتيجيه كتلعب واحد الدور مهم. في هذه المده الزمنيه اللي دوزت وليت من اكبر الاخصائيين ديال القسمه على 60، اللي حقاش الطول ديال الافلام دائما كيعبروا عليه بالدقائق، وواخا الطول ديال الفيلم ما غاديش ياثر على الرغبه ديالك باش انك تشوفه، فراه ولا بد خصنا نديروا واحد العمليه حسابيه في دماغنا باش نوجدوا راسنا نفسيا ومعنويا للفيلم. يلا دابا نهضروا على الافلام اللي عجبوني بزاف. غادي نبدا بالمركز الخامس، واللي هو وثائقي سميتو The Wolves Always Come at Night. دياب دايما كتجي بالليل ديال المخرجه غابرييل بريدي، واللي كتبع فيه عائله ديال الرحل في منغوليا، اللي الدخل ديالهم الاساسي جاي من الكسيبه، حتى النهار اللي غادي تجي واحد العاصفه وغادي تقتل لهم النص ديال الحيوانات اللي عندهم، واللي غادي يلزم عليهم انهم يبيعوا المعاز والعودان ديالهم باش يقلبوا على خدمه في المدينه. بحالنا في المغرب انك تبيع العود ديالك راها صعيبه بزاف. الاب اللي ما عندوش خيار كيبيع الحيوانات ديالو بحال الا قطع واحد طرف من لحمه. فيلم كيركز على هذيك الحريه والسعاده ديال انك تكون حر ومنسجم مع الطبيعه، وذاك المرور لانك تولي خدام عند الناس ومحبوس في نفس البلاصه. المخرجه من غير الصور الوثائقيه غادي تخدم شي مشاهد تمثيليه باش تبين بهم الاحساس ديال ديك العائله وتقربنا من الصوره اكثر. بحال فاش الراجل مثلا كيتخيل بالله سمع العود ديالو بالليل ولا شافوه وهو داخل من النهار ديال الخدمه وتماره. وهذا المزج ما بين الوثائقي والفيكشن فريمون عطى واحد الريزولتا زوين بزاف. المرتبه الرابعه هي فيلم صومالي ديال المخرج مو هاراوي، واللي سميتو القريه المجاوره للجنه The Village Next to Paradise. هذا الفيلم عجبني بزاف، خصوصا ان المعرفه ديالي للصومال محدوده بزاف. الا تبعنا الاخبار وشي افلام هوليووديه فراه الصومال نصهم قراصنه ونصهم ارهابيين. Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. ولكن إلا شفنا الفيلم ديال مو هاراوي فراه كنكتشفوا ان الصوماليين بحالنا بحالهم عايشين في صعوبات ديال الحياه براسها. الفيلم ما فيش شي قصه عندها بدايه ازمه وحل، وهذه هي نقطه القوه ديالو. المخرج حل لنا واحد الشريجم باش نشوفوا منه الحياه العاديه ديال الصوماليين. حنا غادي نتبعوا القصه ديال اب وولده، مراته ميته وعمه الولد اللي ساكنه معاهم. كل واحد فيهم عنده واحد الحلم، وكنشوفوا كيفاش الحياه مرة كتيسر معاهم ومرة كتصعب عليهم. اللي زوين في الفيلم هو ان الواقع الصعيب ديال الصومال ما ركزش عليه المخرج وما تجاهلوش، ولكن بطريقه ذكيه ومضوزيه خلانا نسمعوا الدرونات الحربيه كطير فوق الريوس ديال الشخصيات مره، وشفنا حتى السلاح كيتهرب من بلاصه لبلاصه بلا ما يكون هذا الشيء هو الحدث الرئيسي ديال الفيلم. البطل ديال هذا الفيلم هو الرغبه ديال الناس عاديين في التشبث بالحياه والاحلام ديالهم.
المرتبة الثالثة هو الفيلم المغربي الوحيد في المسابقة واللي هو البحر البعيد للمخرج سعيد بالعربي حميش. الفيلم كيعاود القصة ديال نور اللي لعب الدور ديالو أيوب غريطة. نور هو واحد المغربي اللي غادي هاجر لفرنسا في التسعينات وغادي نتبعوا حياته وهو كيحاول يلقى راسو ويلقى بلاصتو. الفيلم مؤثر بزاف لحقاش ما كيعاودش القصه ديال الهجره ولكن الكونسيبت ديال الغربه هي احساس معقد وصعيب على اللي ما عاشهاش انه يفهمها. وغالبا فاش كنهضروا على الغربه كنفهموا ان الانسان غريب في بلاد الغير، ولكن اللي كنساو هو ان الانسان كل ما كيطول الوقت برا كيولي غريب حتى في بلاده. انك تختار تمشي هي انك تختار تعيش شي حوايج فعلا جداد، ولكن هي ايضا انك تزقل شي حوايج في بلادك. الوالدين غاديين كيكبروا، الاصدقاء تيكونوا عائله، وحتى الهندسه ديال الدرب ديالكم تقدر تبدل. الافلام ديال الهجره كاينين وكنشوفوا فيهم حتى العنف ديال العنصريه والسفر بحد ذاته، ولكن البحر البعيد كيركز اكثر على العنف المعنوي. واحد القضيه اللي زوينه بزاف في الفيلم هي ايضا الموسيقى، تقريبا كلها راي واغنيه سونتيمونتال اللي كتنسجم مزيان مع القصه وكتقربنا اكثر من الشخصيات. المرتبه الثانيه هو الفيلم لي طومبيت ديال المخرجه دانيا غيمون بوغنو، واللي كتهضر على ما بعد العشريه السوداء في الجزائر اللي ماتوا فيها بزاف ديال الناس. الفيلم كتبع القصه ديال ناصر، صحفي اللي غادي يبحث في واحد العاصفه الصفراء اللي غادي تسبب في العوده ديال الضحايا ديال العشريه السوداء للحياه. قليل فشي موضوع صعيب بحال هذا كيتطرق ليه بقصه شويه ديال الخيال العلمي، ولكن هاد الطريقه عطات القصه واحد الشاعريه وواحد الحساسيه اللي زوينه بزاف. الناس فاش كيفقدوا انسان عزيز ولا ما قدروش يحزنوا عليه اصلا لحقاش بقى مفقود، فراه كيكونوا المتعايشين معاهم حاضرين في بالهم ديما. وهذا الفيلم بالاستعمال ديال المخرجه الزوبعه كتعطيها واحد السبه باش تبين هاد الموتى كاشخاص ديال بصح كيفرضوا الوجود ديالهم على اللي عاقلين عليهم وحتى على اللي ناسينهم. الفيلم زوين بزاف وفريد في الطريقه ديالو باش يهضر على الذكرى وحتى الصلح. ودابا نهضروا على احسن فيلم بالنسبه ليا واللي جاينا من الصين واللي سميتو باوند ان هيفن ديال المخرجه هيو تشين، واللي هي قصه حب ما بين جوج ديال المتعطشين للحريه. هي هاربه من العنف والتقيد بالمجتمع وهو هارب من الخوف ديال الموت. قصص ديال الحب في السينما منهم عادات وقيله من القصص اللي تعاودات اكثر عبر التاريخ. اذا باش تجيب شي حاجه جديده في هذا الموضوع صعيبه شويه، ولكن في هذا الفيلم باوند ان هيفن المخرجه عرفت كيفاش تشد الانتباه ديالنا من الاول حتى الاخر. قصه حب غالبا كتبدا بحال الا عمرها تقدر تسالي، ولكن في هذه القصه ديال الحب كتبدا بالادراك ان الراجل مريض بالسرطان وما بقاش ليه بزاف ما يعيش. وهنا فين كيتحطوا جوج ديال الاختيارات، واش دوز البقيه ديال حياتك وانت كتحاول تشبت بالحياه في السبيطارات وفي الادويه، ولا تعيش داكشي اللي بقى ليك وانت كتمتع بكل ثانيه. وباش القصه ديال الحب تنجح خاص حتى الرفيقه ديالك تقبل القرار اللي خديتي وتساندك فيه. القصه صراحه ماشي غير ديال الحب ولكن ديال العلاقه ديالنا مع الموت، وهذه العلاقه ديالنا مع الموت هي اللي غالبا كتاثر على كيفاش كنعيشوا. شكرا للتتبع ديالكم من هذه الحلقه ديال سوليما بودكاست. نتلاقاو قريبا في حلقه جديده. تهلاو في ريوسكم.